اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. مرحبا بكم البنات، إن شاء الله تكونوا كامل لاباس عليكم وبخير ومتهنين. اليوم إن شاء الله حنديروا مع بعض هذا المسمن بطريقة بزاف سهلة وجد جد مبسطة وناجحة مليون في المية. حتى البنات اللي مبتدئات اللي مبتدئات وحابين يتعلموا يديروا المسمن، راكم رايحين ديروا بعينكم مغمضين. حنعطيكم المقادير بالضبط، طريقة التحضير بطريقة جد جد مفصلة، نوعية تاع السميد اللي استعملته، بهكذا تقدروا تتحصلوا بإذن الله على نفس النتيجة. تبعوا لا فيديو، أكيد ما كنتش رايحين تندموا، لأن الوصفة تاعنا اليوم جد جد رائعة. في ريسيبيون ولا في باسينه راني حنحط السميد، راح نعبر بهذا الكاس المعروف باش كامل ديروا به. هنا راح ندير بالعبر هذا راح نحط ربع كيسان نتاع السميد الرطب. بالنسبه للنوعيه تاع السميد اللي درت، السميد الرطب ولا السميد الرقيق، كل واحد كيفاش يسميه، هذاك الرطب كامل راح ندير ربع كيسان. انا استعملت لهنايا ماما هذاك اللي يجي يتباع تاع 2 كيلو، هذاك هو اللي درت. راح نحط ربع كيسان يكونوا ممسوحين كما راكم تشوفوا لهنايا. دوك نزيد الكاس الرابع. نوعيه تاع السميد راهي تلعب دور كبير بزاف بزاف باش يجوكم هاد المعجنات المخبوزات ملح. حطيت 2 مغارف صغار نتاع الملح، وحطيت ربع ملعقه صغيره من خميره الحلويات، حطيت ملعقه كبيره نتاع السكر، وراني حطيت رشه خفيفه من خميره الخبز. بالنسبه للماء البنات راح نحط ربع كيسان الا ربع، ندير 3 كيسان معمرين، والكاس الرابع راني راح نحطو ماشي معمر، راح ندير ربع كيسان الا ربع. ومن بعد نجيب الميكسر تاعي ونبقى نميكسي كلش حتى نتحصل على واحد الخليط اللي بدا يبان لي باللي هو ليس. هاد المده راح تستغرق معكم حوالي من 7 حتى 10 دقائق، ماشي اقل يا البنات. ملاحظه جد مهمه، قد ما تضربوا مليح الخليط تاعكم قد ما حيخرج لكم كميه مليحه من العجل، ومن بعد كي تخدموا بالعجينه ماهيش راح تتقطع معكم. كما راكم تشوفوا البنات هنا بيان سور انا درت التسريع وكل شيء، وهنايا راح تشوفوا باللي العجين تاعكم ولا فيه واحد الخيوط. تماك البنات حبسوا وبقاو تضيفوا في الفارينه. بالنسبه للفارينه درت فارينه تاع جميع الاستعمالات، حطيت الكاس الاول وزدت الكاس الثاني كما راكم تشوفوا لهنايا، ونبقى ندخل فيه غير بالعقل، ونزيد الكاس الثالث كما راكم تلاحظوا لهنايا. نحاول ندخله مليح، ومن الأحسن تستعملوا حاجة تكون واسعة أكثر من هذه. هنا درت الكيسان، شوفوا البنات ما زالت معايا جاريه، زدت رحت عمرت 4 الكاس، وراني رايحه نزيد نضيفه. ككل الفرينه خذت معانا ربع كيسان، عفوا 3 كيسان وربع من الفرينه. الا استعملتوا هذه النوعيه نتاع السميد، والفرينه راهي الفرينه تاع جميع الاستعمالات يا البنات. كما راكم تشوفوا لهنا العجينه تاع المسمن كامل تعرفوا ديروا العجينه تاع المسمن، وكامل تعرفوا القوام تاع العجينه تاع المسمن، ابدا ما يجيش يابس وما يجيش نهائيا يلصق في اليد. المهم العجين تاعنا يكون طري ويكون شباب ويكون بزاف ليس. نحصلنا على عجينه من اروع ما يكون، بلا ما ندلكوه بلا ما نعجنو. كما راكم تشوفوا لهنا هنا ندخل في ديك الفارينه مليح، داك 4 الكاس اللي زدت ضفته. ومن بعد البنات هنا نجيب البلاستيك الغذائي ونغطيه عليها مليح. المده اللي خليتها ريحت فيها البنات خليتها ساعه، كما يقولوا بالتمام والسلام. بعد ما ارتاحت معايا الساعة كاملة، هنا راني نقطعها إلى قطع. هذه الكمية البنات عطتني 12 حبة نتاع المسمن. البنات اللي يحبوا يعرفوا الكمية شحال، كما تقدروا البنات تقسموا المقادير على زوج عندها عائلة صغيرة. بصح ما ننصحكمش نقصوا المقادير، لخاطر اللي بقى لكم تقدروا تغلفوه بالبلاستيك غذائي وتحطوه في الكونجيلاتور كي تسحقوا تجبدوا تسخنوا وتاكلوا. وهذه العجينة نتاعنا البنات بعد ما شكلتها بهذا الشكل، دوك نغطيها بالبلاستيك غذائي ونزيد نخليها من 10 الى ربع ساعه هكذا كيزيدوا يطلقوا مليح روحهم، باش كي نكونوا نفتحوا فيهم راح طاوعنا مليح العجينه. وهذه العجينه تاعنا عجينه نهائيا ما تتقطعش، وراكم راح تشوفوا هذا معايا، وفتحت معاكم عده كره باش تشوفوا
كيما راكم تلاحظوا لهنا البنات اللي يعني متخوفين، عندهم تخوف يعني من المسمن ومن العجينه تاع المسمن، ننصحكم يا البنات بنهاد العجينه، يعني ديروها بعينكم مغمضين، يعني ما تخافوش منها نهائيا، يعني تفتحوها كيما تحبوا. كاين غير حاجه وحده البنات، يعني ما تجروش بزاف العجينه تاعكم، يعني ما تخلوهاش طريه بزاف، لخاطر من بعد كي راح تريح في داك البلاستيك الغذائي حتطلق روحها، حتعطي لكم الطوع وراكم رايحين تخدموا بها يعني بكل اريحيه. العجين تاع المسمن يحب بزاف الراحه، نسمحوا لي البنات من هذا الكوتي ما قدرتش كيفاش يعني نزيد نكسلها، كنت تعرفوا الكاميرا وتصور ولا غير حرت كيفاش كامل نفتح العجين هذايا. كما راكم تلاحظوا هنا البنات، شوفوا الله يبارك يعني كيفاش راهي تفتح معانا. بيان سور كيكونوا نفتحوا فيها راح نستعينوا بيان سور يعني بالزيت ونفتحو، يعني ما تكتروش، يعني خفيف برك. وشوفوا هنا معانا الله يبارك النتيجه، يعني مسمن من اروع ما يكون. في هذا الوقت البنات يعني انايا نشكل كامل حبه توعي تاع المسمن ونبدا نغطي فيهم، ومن بعد كي نكمل كامل مباشره ندير الطاجين يسخن ونبدا نفتح من الحبه الاولى يعني ونروح رايحه. كما راكم تشوفوا هنايا بعد ما كملت شكلتهم كامل، يعني شديت درت الطاجين تاعي باش يسخن وحطيته، يعني دهنته بشويه تاع الزيت باسكو يلصق لي شويه، ونبدا نطيب فيه هكذا كما راكم تشوفوا، ويطيب نرش عليه رشات خفافه من الزيت كما راكم تلاحظوا لهنايا هكذايا. يعني الا كنتو تلاحظوا البنات يعني كي كنت نفتح فيه كنت نرش فيه يعني بالقليل من السميد من الداخل، كما تقدروا ديروا القليل من الفارينه من الداخل، راح يجيكم مورق، راح يجيكم بزاف شباب. وهذه هي النتيجه البنات اللي تحصلنا عليها، يعني المسمن نتاعنا تاع نهار اليوم، يعني يجي حمر، يجي الله يبارك بزاف شباب، يجي طري، يعني بالفعل هذيك الخماره اللي درناها فيه ماهوش راح يجي نهائيا يعني الاستيك، يعني ديك الخماره الدور تاعها البنات راح تخلي العجين تاعنا مطاطي